مات والدها. ودي طبعا من أصعب المشاعر اللي ممكن تعدي على أي بني آدم عايش، كبير أو صغير. ربنا يا رب يحفظ لنا كل أهلينا اللي عايشين ويرحم جميع أمواتنا. فبتقول في الجنازة كنت حاسة بكمية مشاعر، عاصفة من المشاعر اللي مش قادرة أستحملها. أنا في المواقف دي ولما أحس بألم ووجع بالشكل ده عادة كنت بهرب من الألم بالدراجز والإدمان، بهرب منه عشان ما أحسش بيه. ولكن وقت الجنازة افتكرت مقولة أو اقتباس أواني. الاقتباس أو المقولة دي بتقول: قد تكون الحياة عصيبة في بعض الأحيان، ولكن مقاومة الألم تستحق المحاولة، ومعاينة جميع أنواع المشاعر أفضل من عدم الشعور بأي منها. يعني طبيعي إن الحياة تبقى صعبة قوي قوي في بعض الأحيان فوق المحتمل، ولكن ما تنساش إنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لازم إن احنا نحاول إن نقاوم الألم، مش إن احنا نهرب منه. نواجه الألم ونعيشه احسن بكتير وافضل بكتير من اننا نهرب منه. لان الطريقة اللي انت بتهرب بيها من الالم هتخليك اضعف، هتخليك انسان اضعف، هتوجهك لطرق تانية زي الادمان وغيره، والطرق اخرها الموت. وطبعا هتموت كافر بعيد عنا يا رب. لان الحقيقة كل شعور بيمر عليك بيزيدك نضج، بيزيدك قوة، بيعلمك حاجة جديدة. فما تفتكرش ان الحاجة دي صعبة عدت عليك وجعتك وبس، لا، دي وجعتك وعلمتك كتير كتير كتير. فما تهربش، دايما واجه، دايما اتعلم، دايما عيش اللحظة واستحمل. والحمد لله، الحمد لله ان في قوة اكبر مننا احنا كمسلمين نقدر نلجأ لها. ربنا اللي قال لنا ان مع العسر يسر، ربنا اللي قال لنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. دايما كل ما بتمد ايدك لربنا بتلاقي اللطف، بتلاقي اليسر، بتلاقيه بيهون، تلاقيه بيطبطب. فألف حمد وشكر ليك يا رب ان انا مسلمة، ان انت موجود. ده اللي حبت تقوله لنا ديمي في يوم 4 يناير. واللي مش عارف ده ايه، ده تشالنج احنا عاملينه 365 يوم قوة. ديمي دي شخص مر بتجارب صعبة كتير قوي قوي قوي، فكل يوم في السنة قررت انها تعلمنا حاجة جديدة من اللي مرت بيه. فلو عايز تشترك في التشالنج ده ما تنساش تعمل لايك للفيديو وفولو، ويا ريت تشيره مع اي حد علشان برضو يستفاد زي ما انت استفدت. وان شاء الله اشوفكم فيديو جديد على خير. اسيبكم في امان الله.